أول ما بدأ رمضان وأنا عمال أشوف فيديوهات غريبة أوي. يطلع واحد بدقن طويلة شوية كده ويقول لك لو الفجر أذن وأنت في إيدك طبق، كمل لغاية ما تخلصه، اوعى تنزله. ده سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اللي كان بيقول كده. لو الفجر أذن عادي كمل اشرب ما يهمكش. تمام. على فكرة الناس دي بتخرب عليكم حياتكم. أذان الفجر مجرد ما المؤذن يأذن خلاص. لو في بقك شربة مية ابلعها، مفيش مشكلة. جوه بقك، مش انت لسه ماسك الكوباية وعاملها كده، لا مفيش. لو في لقمة ابلعها، مفيش مشكلة. تمام خلاص. لكن انك لسه هتدخل جوه بقك، مفيش الكلام ده. آذان الفجر مجرد ما المؤذن يقول الله أكبر، ده خلاص إعلان بإن الوقت بدأ، انتهى. وقت الصيام بدأ مجرد ما نقول الله أكبر، انتهت، بدأ وقت الصيام. أذان المغرب مجرد ما يقول الله أكبر تفطر عادي. هنا بقى، هنا بدروا في الفطور. ليه؟ لأن خلاص ده إعلان بإن وقت الفطار بدأ. فأنت يقول الله أكبر، تكبر، تقول الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل، إلى آخره طبعا. وهوب وتشرب، مفيش مشكلة. لكن في الفجر هم أخروا. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيقول أخروا السحور. بس أخروا السحور ده إيه؟ مش معناها إن أنت يبقى الأذان بيؤذن وأنت بتاكل، مفيش الكلام ده. أخروا يعني قبل الفجر، عادي إنك تشرب قبل الفجر وتاكل قبل الفجر على طول. تمام؟ ناخد بالنا، في فيديوهات كتير انتشرت الفترة دي مخربة، هتدمر لك حياتك وتدمر لك صيامك. خلي بالك، خلي بالك. انا مش هجيب فيديوهات دي، بس انا شفتها وعماله تعدي عليا كتير جدا جدا جدا. ناس كتير عماله تتكلم في الموضوع ده، ناس كتير عماله تفسر وتفتي على مزاجها. خلي بالك صيامك بيضيع، خلي بالك صيامك بيضيع. ما تسمعش كلام الناس دي. مجرد ما المؤذن يقول الله اكبر خلاص انتهت، هذا هو وقت الصيام، انتهى الموضوع.